الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كلام خطير جدا، أول مرة تسمعه في حياتك. 3 وديان في جهنم، احذروا منها، وهي وادي غي، وادي ويل، وادي سقر. إليكم تفاصيلها. وادي غي وهي لمن يجمع الصلوات في صلاة واحدة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا الوادي أي وادي الغي تستعيذ منه جهنم كل يوم من شدة حرارته، فهل يتحمله بشر؟ الوادي الثاني وادي ويل، وهو لمؤخر الصلوات بدون عذر، وهو واد مليء بالعقارب والحيات، لقوله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الثالث وادي سقر، وهو لتارك الصلاة، حيث قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال تعالى: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. وهذا الوادي بمجرد دخول تارك الصلاة فيه تذوب عظامه من شدة الحرارة، وتارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان ويحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب، يا رب ارحم واغفر وتب علينا يا رب العالمين، واعتق رقابنا ورقاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. فالتوبة التوبة. احذروا الكيس المثقوب. تتوضأ أحسن وضوء لكن تسرف في الماء. كيس المثقوب. تتصدق على الفقراء بمبلغ ثم تذلهم وتضايقهم. كيس مثقوب. تقوم الليل وتصوم النهار وتطيع ربك لكنك قاطع رحم. كيس مثقوب. تصوم وتصبر على الجوع والعطش لكن تسب وتشتم وتلعن. كيس مثقوب. تلبسين العباية والطرحة فوق الملابس لكن العطر فواح. كيس مثقوب. تكرم ضيفك وتحسن إليه لكن بعد خروجه تغتابه وتخرج مساوئه. كيس مثقوب. أخيرا، لا تجمعوا حسناتكم في كيس مثقوب، تجمعوها بصعوبة من جهة ثم تسقط بسهولة من جهة أخرى. يا رب أسألك لي ولأحبتي الهداية والغفران. عجائب الشعب العربي لا يستطيع السفر للحج لأن تكلفة الحج مرتفعة، لكن يستطيع السفر رغبة في تغيير الجو. ألا إن سلعة الله غالية. لا يستطيع شراء الأضحية لغلاء السعر، لكن يستطيع شراء آيفون لمواكبة الموضة. ألا إن سلعة الله غالية. لا يستطيع قراءة 10 آيات يوميا، ولكن يستطيع قراءة محادثات تصل إلى 100 محادثة في اليوم بحجة ليس لديه وقت لقراءة القرآن. ألا إن سلعة الله غالية. عجبا عجبا ثم عجبا لمن ينشر الأغاني ويستحيي من نشر كلام الخير. وأخيرا، سئل أحد العلماء رحمه الله عن أجمل حكمة قرأها في حياته فقال: لقد قرأت لأكثر من 70 عاما فما وجدت حكمة أجمل من تلك التي رواها ابن الجوزي رحمه الله، حيث يقول: إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها. كن مع الله ولا تبالي، ومد يديك إليه في ظلمات الليالي، وقل: يا ربي ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك، ولا الجنة إلا برؤيتك. مهما اختفت من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك، تأكد أن الله صرفها عنك قبل أن تكون سببا في تعاستك. فصافح وسامح ودع الخلق للخالق، فنحن وهم راحلون راحلون. افعل الخير مهما استصغرته، فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. يا رب، كل من سمعها ونشرها ارزقه توبة نصوحة ودعوة مستجابة، واختم لنا وله بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.